لو انتي بنوته وحاجزه مع ميك اب ارتست فالفيديو ده مهم ليكي. لو حصل معاكي موقف زي كده تبقي عارفه تتصرفي ازاي او تتعاملي ازاي. بالنسبه لي انا اول سؤال بساله عندك تروما من الوان ايه؟ هي متعوده على بينكات او لما عملت بنيات غمقتها. ياتي دور الميك اب ارتست، هتسمع المشكله اللي عندها، وليكن احنا لسه بدانا باللون ما بداناش باي تفاصيل تانية. طبعا لو هي برايد هيليق عليها اي لون احنا هنحطه، كل الالوان هتمشي معاها عادي جدا. لو سواري ساعتها في الحاله دي بنعرف اللون ده بيأيدنا، يعني لون الفستان بتاعها هيأيدنا في كولرز معينه ولا عادي. انا بقى بكون متعمده اللون اللي هي عندها تروما منه اعمله لها عشان اغير لها وجهه نظرها عن الفكره اللي معموله لها، سواء بقى في اي لون هتقولي عليه عندها تروما او مشكله معاه بعمله لها. لان هي بتبقى مثلا لما جت عملت اللون ده بتبقى حطيته يعني هي منها لنفسها اللي عملت اللون ده، او بيبقى واحده من قرايبها او ميك اب ارتست بس غمقتها شويه، فخلاص خدت المعتقد على ان اللون ده خلاص لا اللون ده مش هينفع معايا. بس طبعا مش عند او ان انا داخله تشالنج مع الكلاينت، لا خالص مش كده. بس هي الفكره هل انا هشوف اللون ده فعلا هيليق عليها ولا مش هيليق عليها. هو مش عشان حاجه، عشان بس البرايد ما تتوترش او اي كلاينت معانا عامه ما تتوترش بالستبس بتاعه الميك اب، لان الميك اب لما ما بيكملش بيكون ليه شكل مرعب شويه، فتقول انت قللتي ده او زودتي ده او مش عارف ايه، فبنتجنب كل الاسئله دي وتبدا تتوتر بقى والوقت يضيع. فبنخليها في الاخر كده كده اي ميك اب ارتست محترمه مع عندها ضمير مش هتمشي غير لما تكون الكلاينتس بتاعتها راضيه عن شغلها وخلاص، اي تعليق او اي حاجه كان نفسها فيها عملتها لها. النصيحه اللي هنا ادي فرصه للميك اب ارتست ان هي تعمل لك الحاجه اللي هي شايفاها هتليق عليكي، وطالما انت قلت لها عندك تروما من كذا قلت لها كل حاجه فاتوكسي بيها. انا قبل ما ابدا للكلاينت اكيد مش هقول لها انا هحط لك الحاجه اللي انت عندك تروما منها، اكيد هتتوتر وهتبقى هتتمنى ان انا امشي. لما الاقي بقى كلاينت بتقول لي بعد كده مثلا ايه ما تحطليش كحل لان هي بتدمع او عندها حساسيه في عينيها، فاتس اوكي. في الحاله دي لو انا شايفه ان اللوك فعلا محتاج كحل بحط لها كحل، مش عشان حاجه، مش بقول ان انا جامده او الكلام ده كله، لا لا خالص. بس لو فعلا اللوك محتاج، انا ليه احرمها وليه اظلم اللوك معايا؟ طب انا ممكن استخدم الكحل المناسب لعينيها وبالراحه خالص بره العين، بدل ما يكون في الجفن من جوه بيكون بره في العين بس، لا لان ده فعلا بيفرق في شكل اللوك بتاع الميك اب. النصيحه اللي بعد كده ودي بقى الاهم، الكحل الاسود ما بيضايقش العين. في تكنيك معين يخليه يضايق العين، وفي تكنيك تاني بالطريقه بقى اللي هي بتاعت البروفيشنال ميك اب ارتست هي اللي بتوسع العين. فيا ريت نشيل المعتقد بتاع الكحل الاسود بيضايق العين ده بس.